تخيل أن تستيقظ اليوم لتجد نفسك في عالم بلا أسماء، لا تعرف معنى الماء ولا الشجر ولا حتى معنى كلمة إنسان. هكذا بدأ كل شيء قبل أن تبنى الحضارات وقبل أن يكتب أول حرف في التاريخ. ففي لحظة إعجازية سادها الصمت في أرجاء الملكوت، عرض الله الوجود على كائنات خلقت من نور، فوقفوا عاجزين. وهنا جاء الدور على آدم عليه السلام لتنفتح له أبواب المعرفة وينطق بكلمات لم تسمعها الأرض من قبل، كلمات لم تكن مجرد حروف، بل كانت الشفرة الأولى لسيادة الإنسان على هذا الكون. فما هي تلك الأسماء التي قرأها آدم فأسجدت له الملائكة؟ وكيف جعلته تلك الأسماء سيداً لهذا الكوكب؟ ولما علمه الله الأسماء دون الملائكة؟ أولاً، ما هي تلك الأسماء؟ لم تكن الأسماء التي تعلمها آدم عليه السلام مجرد رموز مبهمة، بل كانت أسماء كل شيء خلقه الله تعالى. فتعلم الأسماء التي يتعارف بها الناس من إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل. ويذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الله ألقى في روعه علم كل جنس وما يتفرع منه، حتى شملت القائمة أدق الأدوات اليومية كالقصعة والمغرفة. لقد علم الله آدم من أسماء خلقه ما لم يعلمه الملائكة، فسمى كل شيء باسمه وألجأ كل شيء إلى جنسه ليكون إدراكه شاملا لكل ما يحيط به. ثانيا، سر التفضيل. في تلك اللحظة ظهر الفارق الجوهري بين الملائكة وآدم عليه السلام. فبينما كان علم الملائكة تعبديا محصورا فيما أمروا به، كان علم آدم عليه السلام استخلافيا. ويوضح كتاب هدى الساري أن تفضيل آدم عليه السلام لم يكن لذاته أو لقوته، بل كان بالعلم الذي أودعه الله فيه. فالملائكة يسبحون بحمد الله، لكن آدم عليه السلام وحده يسبح أيضا، ولكن هو من يملك القدرة على تسمية الوجود وفهمه. وهذا القانون الإلهي لم يتوقف عند آدم عليه السلام فقط، بل تكرر بعد ذلك مع طالوت حين اعترض بنو إسرائيل على قيادته لافتقاره للمال، فجاء الرد من الله تبارك وتعالى لتؤكد القصة من جديد أن القوة الحقيقية ومفتاح القيادة يكمنان في العلم أولا. ثالثا، البيان وعمارة الأرض. قيل أن الله تبارك وتعالى عرض على آدم عليه السلام أسماء ولده إنسانا وعرفه بالدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. هذا التعليم لم يكن مجرد ترفيه معرفي، بل كان تمهيدا ضروريا لقيامه بمهمة الخلافة في الأرض، لأن عمارة الأرض تتطلب معرفة أسماء موجوداتها وفهم خصائصها وإدراك كيفية التعامل معها. لقد منح الله آدم عليه السلام سر البيان ليحول هذه المعرفة إلى واقع ملموس يبني به الحضارة. العلم الذي ميز آدم عليه السلام هو نفسه الذي أعطى القوة لهدهد صغير ليقف أمام عرش النبي سليمان عليه السلام ويخاطبه بثقة ويقول: أحطت بما لم تحط به. فالمعرفة هي السلطة الوحيدة التي لا تعترف بالأحجام أو الرتب، بل تعترف بمن يمتلك العلم. رابعا، لماذا علم الله الأسماء لآدم ولم يعلمها للملائكة؟ الحقيقة أن هذا المشهد كان تبكيتا وردا إلهيا حاسما على تساؤل الملائكة حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لقد نظر الملائكة إلى مادة خلق آدم عليه السلام وما قد يصدر عنه من شهوات، لكن الله تعالى أراد أن يظهر لهم كمال حكمته في هذا المخلوق، فقام آدم عليه السلام بإنبائهم بالأسماء بعد أن عرض الله تعالى المسميات على الملائكة ولم يعرفوا أسماءها. وهذا استدلال علمي على استحقاق آدم عليه السلام للخلافة. لقد كان تعليم الأسماء لآدم برهانا ساطعا لخلافته، وأثبت للملائكة أن ما غاب عنه من حكمة الله في خلق آدم عليه السلام. قال تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنطق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام الذي عجزوا عن إدراكه. والملائكة طبيعة علمهم تلقيني بحت، يعني لا يعلم الأشياء سوى ما علمهم الله. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هم ما عندهمش الذاتية في التعلم أو القدرة على استنتاج العلوم بأنفسهم. خامسا، أمانة المعرفة. الخلاصة الكبرى. تنتهي القصة بسجود الملائكة أجمعون لآدم عليه السلام، لكن الرسالة الحقيقية نجدها في فوائد الباري، وهي أن قيمتك كإنسان مرتبطة بما تحمله من معرفة وعلم. إن تعليم الأسماء لآدم عليه السلام كان حجر الأساس لمهمته الوجودية، فكل اختراع وفكرة اليوم هي امتداد لتلك اللحظة.
لقد بدأت رحلة الخلافة بكلمة تعلمها أبو البشر ليفهم خصائص الكون، وستستمر هذه السيادة ما دام الإنسان يدرك أن العلم هو سلاحه الأول والأخير في عمارة هذا الكوكب. وحتى أولو العزم من الرسل كموسى عليه السلام شد الرحال ليتعلم من الخضر ما لم يدرك عقله، ليلقي الله حقيقة واحدة: وفوق كل ذي علم عليم. إن رحلتنا التي بدأت بتعليم الأسماء لآدم عليه السلام هي رحلة أبدية تجعل العلم هو المبرر الوحيد لوجودنا وسيطرتنا نحن البشر على هذا الكوكب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد يفعل ذهنك.